عظم هذا الشهر حيث جعله فاتحا. أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا عباد الله، اشكروا الله فالرابح من شكر وازغلوا ألسنتكم بذكره فالسعيد من ذكره واقصدوه في طلب الحوائج فهو كريم لا يغيب من حسده. واتقوا يوما يؤخذ فيه بالنواصي والأقدام، ولا تقولوا ذهب رمضان فتستحلوا فعل الحرام، واستقبلوا هذا الشهر بما يرضي الملك الخلاق، فتقربوا إليه بالصدقة والإنفاق. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، تفرد بالله الوحدانية ونزه نفسه سبحانه عن الشرك والمثيل والنظيرة، وأمر عباده أن يعبدوه وحده، ونوع لهم العبادات وجعل إفراده بالعبادة أصل الدين وأساسه وأول أركانه، وهو جامع الخير ولا تقبل الحسنة إلا به، والعمل القليل معه مضاعف، وبدونه الأعمال الصالحة حابطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما.